من ناحية المسؤولية التقصيرية، فأي شخص وقعت له حادثة سواء كان بسيارته أو بدراجته هوائية أو نارية، أو راجل وقعت له شي حادثة وكان العلاقة السببية بارزة واضحة بين الأشغال والحادث، فتمكن له يفعل المسؤولية التقصيرية ديال المجلس البلدي. يعني كاين الناس اللي غيكونوا ضروا، فهذه نقطة قانونية كان لازم نشير لها. إذن غادي تقول لي كيفاش غادي ندير؟ غادي دير معاينة فقط ديال الحادثة اللي وقعت لك، حتى لا تحتي في حفرة، تحتي في حفرة، تفكات لك رجليك، تهرست لك رجليك، مرأة مسنة، رجل مسن، دري صغير، وقعت لك شي حاجة بالسيارة ديالك، بالدراجة النارية ديالك، دخلتي في شي حفرة، هادشي كله سهل نثبتوا العلاقة السببية، حيث ما كانش التشوير وما كانش الاحتياطات والتدابير الوقائية اللي خصنا ناخذوا باش نتوخاو الحذر اكثر وما يكونوش حوادث. لكن لو وقعت فكيدير الانسان محضر او معاينه عن طريق مفوض قضائي. المحضر كنقصد المحضر الشرطه، دير لك المحضر، او تمشي دير تصريح او معاينه ديال مفوض قضائي، ملف الطبي ديالك، وتراسل مجلس البلدي او العمده باش تقول له الله يخليك راه وقعت لي حادثه ودابا كنطلب التعويض. وهذه الجماعه راه عندها تامين، فالمساله عاديه. غير كنت نتمنى انه يمكن ما كانش عندهم الوقت بزاف، لكن هذا الحق ديال الراجلين ولا حق المرتفقين صاحب السيارات الى اخره كان ايضا هو مهم بقدر ما مهم نقوموا الاشغال على احسن وجه بهذه الطريقه بهذه السرعه اللي راهم تيشتغلوا بها. والسيارات تنقول لهم ردوا بالكم الله يخليكم، سوقوا بشويه، راه كاين نساء مسنات كبار، وكاين رجال مسنين، وكاين اطفال، وكاين عيالات اللي كيسوقوا كيخافوا في السياقه. ردوا بالكم حتى هما، ما تحرجوهمش، ما تدركوهمش، ما تزربوهمش. راه اشغال من هنا ونقل بزاف السيارات الكثره غير بشويه. كاين اللي عندهم رخصه السياقه جديده حتى هما كيتخلعوا. اذن غير بشويه حتى ندوزوا هذه الفتره. ولا قدر الله وكان شي واحد وقعت له حادثه، فانا تنقول لكم محضر، معاينه مفوض قضائي او المحضر، وما يفيد ان هناك علاقه ثابته ديال السببيه ما بين الحادث اللي وقع لك وما بين الاشغال او الورش اللي كاين. وراه كاين شركه تامين وكاين تعويض، ماشي عيب يدير الانسان المسطره ديالو.